سراقة بن مالك رضي الله عنه أيام كان كافرا قال له هنديك 100 جمل بس لو جبت النبي عليه السلام حيا أو ميتا. عمل إيه؟ طلع الأزلام. ده من طقس الأصنام إنك ما تعملش حاجة إلا لما تطلع الأعواد الثلاثة دي، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث فاضي، تعيد المحاولة تاني. يقوم عاملهم كده ويقوم مطلع واحد من غير ما يشوف، طلع افعل يفعل الأمر، طلع لا تفعل لا يفعل الأمر، طلع اللي في النص يقوم يعيد المحاولة تاني. أول ما بيقول قاربت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى صار في مرمى سهمي، لو ضربت سهم أجيب. هنا راح مطلع بقى، قال لك بقى تدين، راح مطلع الايه؟ الأزلام، وراح ضارب الأزلام. قال فخرج الذي كرهت. خرج ايه الذي كرهت؟ لا تفعل. راح ضاربها تاني فخرج الذي كرهت. عمل ايه؟ عظم الأصنام؟ لا أبدا، راح رامي. قال فألقيت الأزلام وتبعتهما. خلاص كفرت اليوم باللات والعزى ولا ده 100 جمل يا عم الحاج.